اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. النهاردة هعمل معاكم الكيك السبونج اللي انتوا شايفينه ده نص ونص في قالب واحد. تقدري تعمليه بكل سهولة. وشايفين العلو بتاعه قد ايه؟ حوالي 11 او 12 سنتي، اما نشيل الجزء اللي هو القبة اللي فوق دي. وهوريكم كمان في اخر الفيديو ازاي عملت منه تورتاية حلوة قوي قوي، اللي تقدري تنفذيها في قالب 22 20 24 26. بس طبعا بنزود كمية الاسبونج اللي احنا هنعمله. فانا هعملها معاكم النهاردة وهوريكم ازاي نحطها في القالب بتاع الكيك. هنا انا بوريكم المنشار كمان، انا هعمله على 9 بس هي كانت سخنة يعني دافية كده، فما ينفعش ان انا اقطعها في نفس الوقت اللي انا عملتها فيه. فلازم ان بعد ما تعملي كيك سبونج لازم تسيبيها على الاقل 5 ساعات او لتاني يوم علشان تقطعيها ما تفرولش وتتقطع معاكي. يلا بقى نخش على المقادير ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا عندي هنا البيض، بس اهم حاجة يكون حبة البيض حجمها كبير، وعندي فانيليا، وعندي نص كوباية مية، 6 بيضات يا جماعة، 5 بيضات، وعندي محسن جل. ده بيفرق قوي في الارتفاع بتاع الكيك والطراوة بتاعته. فانا هعمل السبونج معاكم دلوقتي. هحط بقى هنا البيض عادي بيكون بدرجة حرارة المطبخ عادي، والمحسن بكون مطلعاه من التلاجة، والمية تكون ساقعة متلجة علشان الجو حر، وكمان علشان السبونج بتاعك ما يبقاش سايب كده. انا حطيت 6 بيضات، انا اتلخبطت قلت 5 في الاول. 6 بيضات، وحطيت نص كيلو السبونج. نص كيلو سبونج، انا بستخدم جولدن باك فانيليا، وهنقسمه بعد الخليط لشوكولاته. وحطيت غطا من الخل ونص كوباية مية ساقعة متلجة، ومعلقة المحسن والفانيليا. بس كده. دي السبونج ده بتجيبيه من عند اي حد بيبيع خامات حلويات او عطار كبير، وبتضربيه. ما بتحتاجش تحطي له اي حاجة. ضربته لمدة 10 دقايق. وعندي هنا القالب بتاع الكيك اللي هو العالي، مقاس 22. تقدري كمان تحطيه في 24، بس طبعا بيطلع لك طبقات كيك اقل. انا طلع معايا 5 طبقات من الكيك، استخدمت منهم 4 وشلت الخامس استخدمته في حاجة تانية. هنا بس بطنت كده الارضية وحطيت عليها ورقة زبدة علشان القاع بتاعها ما يلزقش واطلعها بسهولة. هبتدي بقى، بصوا سندتها كده على حرف الرخامة، خليتها مايلة، وحطيت نص الخليط من خليط الاسبونج الفانيليا، حطيت نصه كده. وهاجي بقى على النص التاني هحط معلقتين من الكاكاو الخام اللي هو اسباني غامق. بيفرق من نوع الكاكاو. انتي لو الكاكاو عندك فاتح ممكن تحطي 3 معالق، بس في الساعة دي ممكن تزودي بس ايه معلقة مية معاها علشان القوام يبقى زي الفانيليا. وهبتدي اقلبه بس كده، مش محتاجة ان انت تضربيه ولا اي حاجة. بقلبه بالاسباتيولا كده على السريع. وبعد ما بيتخبز بيبقى لونه وطعمه حلو قوي. حطيته بقى في النص التاني، بس كانت الكاميرا بقى فصلت في الحتة دي، معلش. وسويت الجوانب كويس. هنا بقى عادي بقى خلاص، انا بدل ما سويته كده كويس بقى ممكن اخلط عادي على بعض. هي هتطلع نص ونص. وطبعا اثناء ما انا كنت ببتدي خالص ان انا اعمل السبونج بكون مشغله الفرن، وحتى الشبكه بتاعه الفرن مش في النص، لا فوق النص بشويه، ومخليها على درجه حراره 180 لغايه ما خلصت السبونج خالص. وبعد كده بحطه بيقعد 25 دقيقه بالظبط. تظبطي التايم بتاع الموبايل عشان ما تنسيش، وتختبريه في النص. خلاص انا كده سويته وبحطه بقى كده، يعني بديله كده خبطتين 3 علشان لو في فقاعات هوا ولا حاجة تطلع او في الارض تخبطيها.
وده شكلها كده بعد ما طلعت من الفرن. وانا طبعا اثناء ما هي في الفرن انا بختبرها، بحط الستيك بتاع الشيش طاووق وبطلعه. شايفين الارتفاع قد ايه؟ هوريها لكم برضو. بدل ما طلع ما فيهوش اي عجين ولا سوائل يبقى كده تمام، طلعيها. لو طلع فيه عجين او سوائل لا سيبيها 5 دقايق تاني، وكمان اطفي عليها الفرن وسيبيها جوه الفرن شويه. شايفين الارتفاع بتاعها حلو جدا اهو، بقول لكم اهو بصوا 12 سنتي. هتطلع معاكي طبقات، السمك بتاعها حلو، وكمان هتطلع 5 طبقات. لو على 24 هتطلع معاكي 4 طبقات حلوين جدا. شايفين اهو كده. وانا هقطع بالمنشار على رقم 9، فالجزء هيبقى حلو قوي، يعني حوالي صباع كده او ازيد شوية. بس زي ما قلت لكم ان انا مش هقطعها دلوقتي. ودي كده كانت التورته بعد ما زينتها وخلصتها، وعجبت قوي اللي دقوا منها، كانت حلوة جدا وشكلها كان امور قوي. وشايفين الارتفاع بتاعها قد ايه كمان بعد التجليس. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك كتير للفيديو وشير، ومع السلامة.